الشريط بقى الاسود الرابع اللي كان على المكنه هنا راح فين؟ والله ما اعرف يا اسطى راح فين. امال انا اللي اعرف ولا ايه؟ هو في حد يا ابني بيقف على المكنه دي غيرك؟ بس اسمعني بس يا عم اسمع، قبل ما ندخل الورشه انت فهمني دماغك فيها ايه؟ عايز تضربه نطلعه بره نرزعه العلقه النظيفه وبعد كده نسيبه، اما لا تدخل تضربه جوه هتشيلنا غلط. يا ابن الحلال هو انت جاي معايا ولا معاه؟ ايه الدوشه دي؟ ما اعرفش. خليك هنا عند المكنه لحد ما اجيلك، ما تجيش ورايا. يعني خلاص ندخل نضربه جوه مالكش بقى فيه انت بقى، انت مالكش فيه، انا هعرف اتصرف معاه. على اللي انت عايز تعمله ده انا ماليش يلا دعوه. مالكش دعوه انت. اسطى محمود. ده مين اللي بيزعق ده؟ اسطى محمود. ايوه مين؟ انا يا عم اللي بزعق. وبتزعق ليه يا عم علي؟ ايه اللي بزعق ليه؟ هو انت مش خدت عزالك؟ ما انا اتجوزت وخلصنا؟ لا ما انا جاي لك بقى بسبب العزال ده. هو انت جاي بعد شهرين ثلاثه تكلمني في عزال طالع من الورشه؟ ما انت عايزني اجي لك وقت ايه في ساعتها؟ طب انت عايز ايه من العزال؟ العزال اللي انت عملته لي اتكسر كله. طب وانا مالي؟ دي حاجه مشكلتك مش مشكلتي. واحنا يا اسطى مش متفقين على العزال دوت يكون خشب زن؟ بصراحه احنا كنا متفقين انه يكون خشب زان. اه بس عيب الدخل اللي داخلها دي عشان انت ما تفهمش حاجه وعشان الناس ما تسمعش صوتنا. ما انت حظك حلو، كان في دخله قبل كده بس انا ما حبيتهاش. دخلت ايه يا عم علي؟ ايه عايز تتخانق معايا في الورشه ولا ايه؟ والله انت لو جاي معاك في خناقه عادي انا ما عنديش مشكله. لا يا عم انا ما بتخانقش وانت راجل في مكاني ولازم اشيلك فوق راسي، بس يمكن في سوء تفاهم ايام الاتفاق بتاعه العفش والفلوس وانت ما تفهمهاش. وتعالى بقى عشان دخلت ورشه وده باب وفي ناس رايحه جايه ما تسمعش بينا. لا احنا عايزين الناس تتفرج يا يا اسطى. عم انت ما انتش فاهم حاجه. طب تعالى تعالى اتفضل يا عم علي. لما اشوف. ما تاخدنيش في دوكا يا اسطى محمود، انا مش هطلع من الورشه دي غير يا بحقي يا باوضه جديده. يا عم وانت راجل برضه في مكاني مش هينفع اعلي صوتي عليك. الاختيار اختيارك بقى، شوف انت هتعمل ايه. تعالى اتفضل. ادينا قعدت يا عم. دخلت من باب الورشه وزعقت وقلت ماشي، الزبون دايما على حق. بكلمك بقول لك الناس رايحه جايه، قلت لي انا عايز الناس تسمع. دخلتك من باب الورشه وقعدتك برضه مش عاجبك الكلام، وانا هعتبر كل الكلام اللي اتقال على باب الورشه انا ما سمعتوش. انا قعدتك هنا جوه الورشه عشان اسمع منك ايه الحوار اللي انت جاي تعمله في المكان، وعارف ان مش هيبقى له لازمه، وعارف ان انت مش على حق، وهطلع في الاخر انا الصح. لا انا على حق يا اسطى محمود، وانت عارف ان انا على حق، لان احنا اتفقنا على العزال بتاعي يبقى خشب زان. المفروض اللي بيطلب اوضه نوم زان يبقى معاه حقها. امال اللي انت خدته ايه؟ ايه اللي انا خدته؟ انت مش واخد 100,000 جنيه من ابويا؟ 100,000 جنيه؟ مش قلت لك بره ان في سوء تفاهم وانت عملت والليله ودخلتك جوه عشان افهمك؟ فهمت. اللي وصلني منكم مش 100,000 يا عم انت. امال وصلك كام؟ ما وصلنيش غير 50,000 جنيه. لا يا حبيبي لو كنت ناسي افكرك بالاتفاق اللي اتفقنا فيه. طب ثانيه واحده يا حاج، هجيب ورقه المقايسه بتاعت العزال بتاعكم جاي. هات يا ابني. انت كده خلاص استقريت؟ تمام.